في حقبة من الحقب الزمانية وقبل مئات من السنين كان العالم يعج بالصراعات والحروب وسقوط دول وقيام أخرى. كان التوسع هاجسا للقوى على حساب الضعفاء. كانت الحروب العالمية التي أسقطت وأسست قد غيرت معالم وجه العالم وثقافاته وحضاراته. وعلى هامش كل هذه الأوجاع عصفت رياح النسيان بشبه الجزيرة العربية إلى اللامصير، لتجد نفسها دائما محاطة بالأزمات، لا حرمة لحدودها لا صوتا لوجودها، بين عالم متصارع يأكل بعضه الآخر. كانت أرضنا هذه ساحة عراك ومسرح للجاهلية وحياة للقوي المعتدي، مناطق مترامية ممزقة وشعوب متعادية مفرقة، تصبح على جوع وتمسي على جوع. في 19 من ذي الحجة من عام 1292 للهجرة، الموافق 15 من يناير عام 1876 للميلاد، وضعت رحمة الله عليها الأم سارة بنت أحمد بن محمد السديري مولودها عبد العزيز. ولم تكن تعلم الأميرة الراحلة أن تاريخ ولادتها لابنها سيخلد ذكرا تتناقله أجيال وأجيال، سيجوب العالم واللغات، ويتصدر المقالات والروايات والقصائد، مفتتحا كل كتابة ومطالعة وقراءة. نشأ وتربى وتعلم عبد العزيز على يد والده الإمام المرحوم عبد الرحمن بن فيصل بن تركي، حيث رافقه في حله وترحاله، في سلمه وحربه منذ الصغر، مما أكسبه جلادة العيش والصبر ومواجهة الصعاب. كما تعلم القراءة والكتابة وتوسع في دراسة الفقه والتوحيد، ناهيك عن روح الفروسية المتأصلة في داخله بالفطرة، مما كان له الأثر الكبير في تعلمه الفروسية ومهاراتها، حتى جعلته فارسا كالذي خيل لنا في قصص الأبطال. وبدأ الشاب عبد العزيز مشروعه وطموحه التاريخي وهو في سن 28، حيث لم يكن في حسبانه ذلك مجرد استعادة أو انتقام أو طمعا في السلطة، بل وازعا دينيا أفضى عليه جعل الشريعة الإسلامية منطلقا لكل انطلاقاته، أساسا لكل أساساته. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة، فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتفاق والاتحاد على ذلك. نسأل الله التوفيق، وأن الله ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. جيش عبد العزيز 60 مقاتلا مثلوا أول جيش تحت قيادته ليبدأوا معه ملحمة التوحيد، ويوما عن يوم يزداد هذا الجيش عددا وعتادا مع كل نصر يحققه ودخول يعلنه، حيثما إن يعرف الناس آنذاك عن نية ومشروع هذا الموحد حتى ينضموا إليه ليقاتلوا معه أو ليؤيدوه. صال هذا البطل الجزيرة العربية طولا وعرضا، نحت على صخورها تواريخ معاركه، رسم على ترابها خططه، كتب على سمائها دعائه، وشهد أعدائه قبل مواليه على شجاعته وحنكته وحكمته التي حسمت عشرات المعارك لصالحه قبل توحيد الكيان المملكة العربية السعودية، معلنا انتصارنا، تحررنا، توحيدنا، معلنا دولتنا، ملكنا، شعبنا. ما مضى من أعمال جليلة في توحيد هذه البلاد من الملك عبد العزيز رحمه الله ومن الرجال الأوفياء يعد لبنة نقوم عليها لاستكمال ما بدأوا به من توحيد لهذه البلاد
ومن بناء وطني ومن إخلاص للدين قبل كل شيء، ثم لبناء الوطن. علينا مسؤولية كأبناء الوطن، علينا مسؤولية كرجال نقوم بخدمة هذه البلاد المقدسة والمباركة لإكمال ما بدأ به الآباء والأجداد. في مدينة الطائف 4:15 فجرا توفي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعدما أنجز دولته الحديثة، بعدما فرض الأمن والأمان عليها وعلى شعبها، بعدما أسس الأنظمة والوزارات، بعدما اطمأن على سيرها في الطريق المؤدي لتقدمها وحضارتها وازدهارها، ليورث لشعبه وأمته بلد يحكم بالشريعة الإسلامية دون صراع على السلطة ودون اقتتال وفتن، بعدما وضع رحمه الله لأبنائه وصية نقل الحكم وكيفيتها ونظامها، وهم الذين صانوا ذلك من بعده وجعلوه دستورا شهد العالم على رقيه وسلاسته. انطلقت بعد ذلك عجلة حكم أبناء المؤسس الراحل، والتي اتخذت ما قام به المغفور له الملك عبد العزيز قاعدة تقوم عليها كل قائمة، مبدأ يولد الأفكار. فلم يحيد الملك سعود رحمه الله عن ما بدأه أبيه، استحدث المشاريع، نهض بالتعليم والأمن والصحة، ودعم بشكل مباشر رغد عيش المواطن. كان كذلك الملك فيصل رحمه الله بما شهده عهده من ظروف أحاطت بالأمتين العربية والإسلامية، إلا أنه حافظ على تماسك وأمن وتقدم مملكتنا وعيش مواطنيها. وعزز الملك خالد رحمه الله كل ذلك ليواصل المسيرة العظيمة لحكم آل سعود بما تحقق وبما حقق رحمه الله. فيما أقام الملك فهد رحمه الله كثيرا بعمران وحضارة وتقدم المملكة، بعدما وجد أرضا خصبة لتحقيق ذلك، ليوجد من خلالها المشاريع الضخمة في كل المجالات. ولا نريد أن نكتفي بتمجيد الماضي، لأن الماضي له رجاله الذين سبقونا بالوفاء وسبقونا بالجهاد وسبقونا بكل عمل وطني عظيم نفتخر بهم، ولكن نريد أن نركز ماذا نعمل في حاضرنا وماذا نعمل في مستقبلنا إن شاء الله تعالى. نحن ولله الحمد مطمئنون خلف قيادة رشيدة. ليأتي بعد ذلك عهد الانفتاح والحوار، عهد الجامعات والمدن الصناعية، عهد الإنسان الملك، عهد الأب الحاكم عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، والذي فتح لبلادنا آفاقا واسعة وعميقة في التقدم لما بعد عقود من السنين. الاستقرار والأمن الذي نعيشه في هذه البلاد هو من أعظم الإنجازات التي ولله الحمد نراها في خضم هذه الأحداث العاصفة بالعالم والأقاليم المجاورة لنا، فبحد ذاته أمن واستقرار وتحكيم لكتاب الله وسنة رسوله هو من أعظم وأكثر الإنجازات في هذه البلاد. الصمود في وجه الأزمات لهذه البلاد بل والتقدم والإنجازات أثنائها لم يأتي من فراغ، بل من عمل تراكمي تكاملي لم يخلو من الإبداع، لكنه لم يحيد عن المبادئ، لنعيش اليوم كأمس وغدا دون هاجس أو خوف. فلا يحول دوننا عن كل إنجاز شيء. دام لأرضنا الطهارة والقدسية هذه، دام لحكمنا الراشدين الخيرين هؤلاء، دام لوحدتنا شعب لا يتثقف إلا انتماء وولاء. أشكر الإخوان في موقع بريدة نت على تنظيم هذه المسابقة، مسابقة الوفاء لرجال الملك عبد العزيز، الذين كان لهم الدور الكبير في المشاركة في توحيد هذه البلاد مع الملك المؤسس، وواجب علينا بأن نقوم الحقيقة بتكريمهم وبتعداد ما قدموه الحقيقة من جهود عظيمة مع الملك المؤسس.